السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير. والناس اللي بتشوف قناتي لأول مرة اشتركوا يا جماعة، عندي كل ما هو مفيد. وسواء الناس اللي هتشترك معايا وتنورني جديد أو الناس اللي معايا في القناة، يا جماعة اللايك والتعليقات الحلوة يعني بتساعدني في إن هي ترفع القناة يعني على الرينك بتاع اليوتيوب. ان شاء الله انا مكمله معاكم سلسله مودك والدايت. عملت منها حاجات كتير. سلسله مودك والدايت انا قلت ان الدايت مش بس اكل وشرب. الدايت انك بتحاولي تظبطي الشهيه بحاجات تانية. سواء ان انت بتمارسي رياضه، انا نوهت عن رياضه السباحه، او سواء ان انت يعني بتمارسي الرحمه بالحيوان، برضه بحرص، وبتشوفي حد يعني قبلك في الموضوع ده وبتحاولي تتعلمي منه او تقفي معاه. وانك انت لو عندك ممكن تنمي هوايات جديدة او هوايات انت كنت شغوفة بيها وما كملتيش فيها. اللي هكلمكم النهاردة عنه اللي هو صناعة الصابون الطبيعي بأبسط الطرق. صناعة الصابون الطبيعي منها الطريقة السخنة والطريقة الباردة. هعمل لكم النهاردة انا الطريقة الباردة اللي هو مش هتحتاجي تسخني. انا كنت اتكلمت عن إعادة التدوير وعملت فيديو قصير. ده دهن الفراخ اللي شلته من على الكبد والقوانص، بصوا طالع قد ايه. وده دهن بط. كنت الشوربة بتاعت البط طلعت دسمة جدا. حطيت الشوربة في طبق ازاز، او هو طبق ازاز عشان تعرفي تفصلي ما بين الشوربة وما بين طبقة الدهن. وبعد كده بعد لما بحطها على الرف يوم، بطلعها تاني يوم وبالمعلقة كده وبكحت زي ما انا وريتكم في شوربة العظم. بكحت الدهون اللي على الوش وبعدين بسيحها بالراحة. مش بالراحة، يعني على نار خفيفة، وقف قدامها لحد ما الدهون تسيح عشان هتطير كل الشوربة اللي فيها او المية اللي فيها، ما يبقاش بس غير الدهون زي ما انتوا شايفين كده. فان العملية كلها يا جماعة مسلمة لبعضيها، وبتصب في الاخر ان احنا الحمد لله ان شاء الله ما يبقاش عندنا فراغ. وبالتالي ما يعني ما اتجهش ناحية ان انا اشغل نفسي بالاكل عشان اظبط الشهية وبالتالي اظبط وزني. يا رب يكون الفكر بتاعي وصل لكم، ان موضوع تظبيط الشهية مش بس اكل وشرب، او موضوع تظبيط الوزن او الدايت مش بس اكل وشرب. لا، انت بتحاولي تظبطي افكارك وبتحاولي تلهي نفسك في حاجات تانية بعيد عشان تحسي بالشبع. جربوا انتوا كده يا جماعة، لو نزلتي مثلا واكلتي الحيوانات زي ما انا قلت، هتلاقي نفسك انت نسيتي موضوع الاكل، وحسيتي حتى لو جوعتي بتجوعي اللي هو بالكمية المعقولة. برضو ان شاء الله لما تعملي معايا موضوع الصابون هتلاقي نفسك مثلا بتاخدي حوالي 3 4 ساعات. ده الوقت ده بيحسسك ان انت بيلهي تفكيرك خالص وبتركزي في اللي انت بتعمليه. وكمان لما النتيجة بتطلع حلوة بتحسوا قد ايه انه حاسين بالشبع، واي كمية صغيرة من الاكل بتشبعكم. وكمان الناس اللي هي ابتدت تدخل في مقاومة الانسولين، ابتدت تدخل في مرحلة ما قبل السكر اللي هو من 5.5 ل6. يعني خاصة الناس اللي وصلوا ل6 ممكن بترجعي تاني ل5.5، اللي هي مقاومة اللي هي الهيموجلوبين السكري او السكر التراكمي. وانا نوهت عن التحاليل ديت في سلسله هتخسي بكل سهوله. هم 3 فيديوهات. اول فيديو انا متكلمه فيه عن ان انت تعملي التحاليل دي. فلما بتمارسي الهوايات او بتحاولي تتعلمي حاجه جديده، بتلاقي ممكن تظبطي موضوع اللي هو السكر التراكمي. ممكن يعني اللي هو 6 ممكن ينزل معاكي. يعني ممكن ينزل معاكي موضوع الناس اللي دخلت في السكر و7 و8 والقصة دي. ممكن الموضوع الهوايات وموضوع الرحمة بالحيوان، وموضوع ان انا بقولك دوري على صداقات جديدة وخليكي على اتصال بالناس اللي تساعدك. ده بيخليكي في الحد اللي هو ما يعملكيش تأثيرات يعني ما يخليكيش صحتك تنهار. يعني مثلا بيخلي السكر مثلا عند السكر التراكمي عند 7. طول ما انت بتمارسي رياضة وبتمارسي هوايات وما بتقعديش لوحدك وما ما تخليش عندك فيه فراغ عاطفي، بتلاقي نفسك ان لو انت مريضة سكر يعني من زمان مزمن، بتلاقي نفسك السكر التراكمي يتظبط عندي 7. وبعون الله احنا يعني عندنا امل ان هو ينزل عن 7. ولكن انا بقول عشان انا مش هتدخل في الجزء الطبي، انا بقول انه التغذية العلاجية بتاعتي انا فكري ان هو مش تغذية بس اكل وشرب، لا، تغذية روحية وتغذية فكرية وتغذية عاطفية
شويه عن طريق ان انا بشوف الصداقات القديمه، او بكون صداقات جديده، او بتفاعل مع اللي حواليا يعني. انا عشان ما نخرجش بقى عن موضوع الحلقه النهارده، هو برضو في عمق ان انا الدايت مش بس اكل وشرب، هوايات. فالناس اللي حابه تنمي هوايه ان هي تعمل حاجه مفيده، الدهون بعد ما حوشناها هنعمل بيها الصابون الطبيعي. الصابون الطبيعي يا جماعه، اول حاجه بيحتاج ادوات زي الاطباق البلاستيك اهو، والسباتولا دي او المعلقه البلاستيك دي اساسي. طبعا انا جايبه طبقين، هقول لكم ليه بعد كده. وهنا القوالب اللي انا هصب فيها الصابون، دي قوالب اللي هي بتاعت الكيكه. دي بتتباع في محلات الادوات المنزليه وفرانين. ولو حد حابب ان هو بينزل وسط البلد او كده، هي في درب سعاده قدام مديريه الامن على طول. هتخش كده درب سعاده، هتلاقي هتلاقي بقى اشكال والوان واللي انت حباه يعني، لو انت حابه تتعمقي اكتر. دي الحاجات اللي احنا هنصب فيها الصابونه اهي. احتياطات السلامه بس يا جماعه، دي اللي هو الماسك اللي كنا بنجيبه ايام كورونا. الاول خليكم معايا. احتياطات السلامة يا جماعة، الأول اللي هي الماسك أو الكمامة. وبعد كده اللي هو أنا بالنسبة لي يعني، اللي مش حابب يخليه يجيب النضارة الشفافة. الماسك اللي هو كنا بنلبسه أيام كورونا أهو. لو حابة أنت تجيبي النضارة الشفافة، هي زي نضارة الشمس، اسمها النضارة الماسك، النضارة الشفافة تلاقيها شفافة زي كده يعني. دي تلبسي الكمامة على بقك والنضارة على عينيكي عفوا يا جماعة. الجوانتي عشان ايديكي اهو. يبقى احتياطات السلامة الجوانتي والكمامة والنضارة الشفافة او الماسك. تمام يا جماعة. وبعد كده بقى إيه اهم حاجة بنحتاجها عشان تصنيع الصابون، اللي هي المادة الدهنية، زيت ودهون. والمادة الكيميائية اللي هي هيدروكسيد الصوديوم، او بنروح نجيبها من عند الصبانة اسمها البوتاس. خليكم معايا اهو يا جماعة. البوتاص اهو، انا لابسه الجوانتي اهو. دي ماده كاويه حارقه للجلد، فلازم تتعاملي معاها بحرص. دي بتجيبيها من عند الصبانه، من عند الناس بتوع المنظفات، او من وسط البلد، شارع الجيش. بتروحوا تجيبوا منه الحاجات اللي انتوا عايزينها. بالنسبه لصناعه الصابون يعني، بس ممكن تجيبها من الصبانه من جنب منك يعني. ده هيدروكسيد الصوديوم، ده اسمه العلمي. وعند الراجل بتاع مواد التنظيف اسمه البوتاص. ده الاسم الدارج يعني في مصر. خليكم معايا. صناعة الصابون يا جماعة ليها في ناس متخصصة بتدي دورات. أنا اتعلمت ودخلت دورات كتير. وفي ابلكيشن بنجيبه من على النت اسمه حسيبة الصابون. حسيبة الصابون بحط فيه. لازم تاخدي دورات. لو انت مش حابة تاخدي دورات، خليكي معايا اديك الوصفة بأوزانها، اكتبها لك في صندوق الوصف، وانت تطبقي الوصفة على طول. بعد ما بركب الصابونة في حسيبة الصابون، بيطلع لي النتيجة دي. بصوا يا جماعة، يعني دي بعد ما انا يعني عملتها على الموبايل، وبعدين طبعتها من على الطبعة. بصوا هنا، هتلاقوا جودة الصابونة. جودة الصابون شايفين الصلابة طالعة عندي كام في الوصفة؟ 44. يعني الصابونة تبقى ما تتهريش معاكي على الحوض أو ما تدوبش. التطهير اللي هو التنظيف يعني، واخدة الرينج. أول حاجة في الرينج اللي هو 12. اللي هو إيه؟ الترطيب، اللي هو مكتوب التكييف ترطيب. شايفينها بعد التطهير؟ مش عارفة هي مش باينة ليه. التكييف هو بيقول عليها الترطيب. طالعة أنا هي من 44 ل 69، طالعة عندي في الوصفة. هي وصفتك طالعة 45. الشمبانيا أو اللي هي الرغوة. الرغوة هي هي هنا كام؟ الرغوة بتتراوح من 14 ل 46. هي طلعت عندي هنا 12. فيعني ايه، حاجة بسيطة يعني. ممكن نزود حاجات تانية تزود الرغوة. اللي هو الرغوة الكريم، الدسم ده اللي هو الملمس الكريمي، طالع عندنا 32، وهو من 16 ل 48. معلش انا مش عارفه ابينهولكوا قوي. الخلاصه يعني انك انت بتركبي الصابونه على حاجه اسمها حاسبه الصابون، وبتطلع جوده الصابون اهو زي ما انتوا شايفين. اللي حابة تاخد كورسات بتدور على الناس اللي بيدوا دورات في عمل تعليم الصابون الطبيعي، وبتزودي معلوماتك. ولو انت مش حابة بقى وحابة تبتدي معايا، انا اقول لك حطي كمية كذا 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 وكمية كذا، وتعملي تطلع الصابونة معاكي. خليكي معايا.
خليكم معايا بقى هوزن يعني انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، خليكم معايا. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، اللي بحتاج في صناعه الصابون او عموما اللي انت بتحتاجي في المطبخ بتحتاجي الميزان. فلو ما عندكيش الميزان الكبير ده، انا عشان بعمل حاجات تجاريه، فانا عندي الميزان ده. هاتي الميزان الصغير او استلفي ميزان، استلفي ميزان من اختك، من جارتك، من اي حد. فصناعه الصابون لازم تجيبي الميزان ده عشان بالجرامات. انا وزنت البطاطس او الصودا الكاويه اهو في طبق بلاستيك زي ما انتم شايفين كده، وانا هكتب لكم قد ايه كام جرام يعني في صندوق الوصف. خليكم معايا. انا بعد ما بوزنه بعرف كميه الميه برضو اللي انا هقولها لكم. آه وبحطها على بحطها على البطاطس. خليكم معايا. رجعت لكم يا جماعه تاني، معلش صوتي مكتوم لان انا لابسه الكمامه وحاطه الماسك. فبعد ما بنوزن بعد ما بنوزن البطاطس اهو زي ما انتم شايفين كده، بحط عليه الميه اهو. طبعا انا لازم اكون لابسه الكمامه والماسك وجنبي شباك مفتوح. واهم حاجه يا جماعه، موضوع الصابون ده ما ينفعش يبقى فيه اطفال جنب منك، ما ينفعش يبقى فيه اطفال خالص جنب منك. هو عاده للاعمار اللي هي زي انا كده ما بعد ال45 يعني، عشان خاطر بيكون ايه يعني ما عندكيش حد صغير بقى خلاص. فانما حبايبي اللي هم حابين يجربوا ولسه عندهم اطفال او عندهم مراهقين، يعني المرحلة اللي هي بتاعت ايه حب الاستطلاع دي، لا لازم تكون يا اما انت متفاهمة معاهم. انما الاطفال الصغيرين ما ينفعش، اللي هو من سنة لحد 6 7 أو 8 سنين ما ينفعش. بعد كده ممكن بتلاقي الطفل ممكن بتفاهمي معاه، فلو انت هتتفاهمي معاه اوكي. لو انت بقى هت يعني مش هينفع تعملي كنترول عليهم، فمعلش لازم هتكون لوحدك، لازم تكوني لوحدك. طبعا يكون معاكي جوزك، معاكي حد طبعا بتاخدي احتياطات السلامة. ولكن الأطفال يا جماعة عشان عندهم حب استطلاع فبلاش خالص في موضوع الصابون ده. خليكم معايا. بعد ما بوزن يا جماعة البطاطس وبحط عليه المية، بقلبه بالسباتولا كده وبشيله، بحطه قريب من شباك، او انت تكوني موجوده في مكان جنب شباك. فانت هتحطيه لو انت بتعملي في المطبخ ارفعيه على الرخامه، يكون قصادها شباك، وهتسيبيه لما يبرد. احنا عملنا اهو البطاطس وهنسيبه جنب الشباك لما يبرد. خليكم معايا يا جماعه، خليكم معايا. بالنسبة بعد كده هنوزن الدهون. فالدهون أنا عن نفسي بحط الطبق ده كده وبحطه على الميزان، وطبعا بصفر. أهم حاجة بتصفري. آه بعد ما بتصفري بتبتدي توزني حاجة حاجة. طبعا الناس اللي لسه مبتدئة مش هتعرف تحطه على بعض وممكن يزيد منها شوية أو كده، فأنت هاتي أطباق بلاستيك ما أكترها يعني في السوق، ووزني كل كمية دهون وكمية زيت لوحدها في طبق. لكن أنا عشان أنا متمرسة فهوزن كله على بعض. أنا هحط الطبق ده كده وأصفره وهوزن وهرجع لكم. مكملة معاكم يا جماعة، أنا بوزن الزيوت والدهون. بس في حاجة نسيت أقولها لكم، إنها من ضمن احتياطات السلامة. أنا مثلا بشتغل على ترابيزة السفرة عشان المطبخ عندي ضيق، فبحط مشمع بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده أهو. ده مشمع بلاستيك. والكوباية دي بعد ما بخلص الصابون بقوم حاطة الصابون فيها عشان أعرف أصب في القالب كده، فيبقى فيه بوز كده أعرف أصبه منه. تمام. بننزل الصابون كله بالسباتولا او اللي هي المعلقه السيليكون دي. ميزتها ان هي بجيب كل اللي موجود في الطبق بالسباتولا او الكوبايه. يعني يا ريت تكونوا ايه يعني الامور واضحه بالنسبه لكم. حاجه تانية انه في ناس هتقولك يا دهن البط ودهن الفراخ ودهن دي جداول يا جماعه واخداها من جداول واخداها من الدورة التدريبية اللي انا خدتها عشان صناعة الصابون. بصوا يا جماعة كده انا بحاول اوضح لكم اهو. دي كده الصفات الكيميائية لكل زيت، يعني اللي بالعرض ده كده اللي هي الصلابة، الهاردنس، والكلينسنج، والكونديشن، والبابلي، والكريم.
والاتنين دول صفات صابون، يعني من اهم حاجه الصفات دي اللي هي بتهمنا: صلابه الصابونه، ان هي ما تدوبش على الحوض، التنظيف بتاع الزيت او الدهن، الترطيب بتاع الزيت او الدهن، الرغوه بتاع الزيت او الدهن، الملمس الكريمي بتاع الزيت او الدهن اللي بيطلع في الصابونه. هنا بقى الزيوت والدهون اللي هي بالطول كده، الزيوت والدهون اللي بنستخدمها. هنا بصوا رقم 28 اهو، رقم عفوا 28 اهو، يا رب تكون واضحه لكم. تشيكن فات، يعني انا مش بألف، دي صناعة كبيرة جدا وعلم كبير اوي. تشيكن فات اهو، هتلاقوا الصفات بتاعته، يعني مش عارفة اوضحها لكم ازاي اهو. التشيكن فات اهو رقم 28 اهو، تشيكن فات رقم 28. بيدي صلابة 33، بيدي رغوة 1، بيدي ترطيب 59. يعني الصفات كلها هتلاقوها بالعرض، وأنواع الزيوت والدهون هتلاقوها بالطول. تشيكن فات اهو يا جماعة رقم 38. يعني أقصد إن ده علم كبير، مش مجرد إن أنا عايزة أقول هواية وتوفير، لأ، إحنا بنوظف كل حاجة مع بعض. يعني عايزة تتعلمي روحي خدي دورات فيها، عايزة تعملي الوصفة زي ما أنا بقولها لك اعمليها. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعة. الوصفة فيها زيت جوز الهند الطبيعي، زيت جوز الهند اللي ينفع ان احنا ناكله. هتجيبيه من عند عطار تكوني انت واثقة فيه، وانا هقول لك الكمية اللي هجيبها قد ايه في صندوق الوصف. الزيت قوليله زيت جوز الهند اللي ينفع اكله، مش عشان ممكن يديك زيت جوز الهند الصناعي وده رديء جدا وما بينفعش لا للشعر ولا بشرة ولا اكل ولا شرب. فانت قولي له عايزة زيت جوز الهند الطبيعي، هي كمية قليلة اللي انا هقول لك عليها. زيت جوز الهند الطبيعي اللي ينفع للاكل. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعة، طبعا لان احنا حاطين دهن فراخ ودهن بط ودهن غنم، فلازم بتحطي مكون عشان الصابونة تطلع لك ما فيهاش الريحة دي خالص. المكون ده اللي هو ملح الليمون. ملح الليمون بتجيبي حوالي 10 جرام من عند العطار، انا برضو هكتب لك في صندوق الوصف. ملح الليمون بنحط حوالي معلقة كبيرة زي من كده، وبتحطيها على بعد ما وزنت الدهون كلها او الزيوت اللي انت، الدهون والزيوت اللي انت هتصبنيها، يعني اللي هتعملي بها الصابون، بتحطي معلقه منها، معلقه طعام كبيره كده، وهتقلبيها في الدهون ديت. هتضيع لك ريحه الدهون خالص والزفاره بتاعت الدهون، وهتساعد على قوه صلابه الصابونه. الكمية دي يا جماعة كمية مفيدة وكمية ما هياش مؤذية. ملح الليمون ليه فوائد تطهير كتير، وكمان أنا هحط 10 جرام على 1000 جرام، يعني كل شوفوا انتوا، يعني الألف جرام بحط لها 10 جرام، المعلقة دي حوالي 10 جرام، فبيكون مفيد برضو لو انت حتى هتعملي الصابون عشان غسيل الإيد يعني هتحطيها على الحوض عشان الاستهلاك اليومي اللي داخل واللي خارج يغسل ايديه. فملح الليمون معروف ان هو ليه فوائد تطهيريه. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعه، رجعت لكم تاني يا جماعه، وبعد ما حطينا ال10 جرام ملح ليمون على الدهون، بنقلبها اهو كده، قلبي. وبعد كده هنحط بعد البطاز بقى، احنا دوبناه وسبناه تحت قصاد شباك. انا دلوقتي معلش صوتي مكتوم عشان لابسه الكمامه. دوبنا البطاطس وحطيناه تحت الشباك. بعد كده هنجيب مصفى زي كده، طبعا انا بستخدمها هي تلاقوها قديمه شويه فبستخدمها لصناعه الصابون. عموما انا بقالي فتره يعني بعمل صابون اهو كده. هنحط بنصفي بقى البطاطس، ربما يكون فيه جزء مدبش، ربما يكون فيه شوايب زي ما انتوا شايفين كده اهو. بنصفيه عشان الصابون يطلع مقبول، وتحسي ان انت عملتي حاجه كويسه وتتبسطي، وبالتالي شهيتك تتظبط، وما تدوريش على حاجه تقضي بيها فراغك. يعني زي الاكل، انا عموما كنت بقضي فراغي في الاكل يعني عشان بس محدش يفتكر ان دي وصمه، يعني ان انا بشتم حد، لا هي مش شتيمه، هو دي حاجه سلبيه وبنحاول نتغلب عليها. صفينا وبعد كده بنفضل نقلب عشان تتم عمليه التصبن. طبعا انتوا لو دورتوا على فيديوهات على
اليوتيوب لصناعه الصابون اليدوي هتلاقوا ان احنا بنستخدم الهاند بلندر، ولكن انا نصيحتي ليكم دي تركايه يعني اتعلمتها بعد سنين، عشان احنا حاطين دهون، فخليكي صبوره بالسباتولا، لان اللي هو الهاند بلندر هيسرع عمليه التصبن، وهتلاقيه اتكتل منك بسرعه بقى كتل كده ومش هتعرفي تصبيه. فخليكي اصلا في الاسباتولا دي قلبي وروحي اعملي حاجه وارجعي قلبي. ولكن بالنسبه للوصفه اللي فيها دهون كتير ممكن تكون خليكي متفرغه، يعني لما تروحي مثلا تعملي حاجه غيبي دقيقتين ثلاثه وارجعي تاني، وغيبي 5 دقايق وارجعي تاني، لانه زي ما انتم شايفين كده بصوا بيتقل بسرعه. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعه. دي اسمها الوان المايكا، بنجيبها من وسط البلد، شارع الجيش. ده لون روز، معلش هو بس العلبه لسه مطلعاها من المكتبه قديمه شويه. ده لون روز عشان انا هحط خلاصه قشر الرمان. لكن انتوا اعملوا بقى الخطوات الاساسيه، ان انتوا هتعملوا صابون مثلا ممكن تستخدمي زيت انت بتستخدميه زيت خفيف، او يعني اعملي الوصفه ديت وحط فيها اللون وخلي الاضافات بعدين. انا بتكلم بس عن اللي انت عايزه تخلي شكله حلو. ده لون روز، وده لون اخضر اللي انا عامله بيه صابون الصبار. الالوان دي هتلاقيها في شارع الجيش. على العموم انت ممكن نتيجه من غلو الاسعار اليومين دول انت بس هاتي لون واحد ممكن عشان تعملي بيه لون محبب ليكي، يعني عشان تعملي بيه كل الصابون. خليكي معايا. رجعت لكم تاني يا جماعه. في حاجه بنستخدمها برضو لصناعه الصابون اللي هو الكحول. الكحول برش بيه القالب، برش بيه القالب عشان ما يبقاش فيه فقاعات في الصابون، وكمان عشان يبقى ما فيهوش ميكروبات. وحاولي تعملي الصابون على قد الكميه اللي هتستخدميها، لان طبعا انت هتستخدمي ميه فلتر في ان انت بتدوبي البوتاص. بعد كده ممكن لما تقدمي تستخدمي ميه مقطره، ولكن هي غاليه، فخليكي في ميه الفلتر. وحاولي تعملي كميه صابون قليله، لان بعد كده المعادن اللي بتبقى في ميه الفلتر بتعمل بقع كده حمراء في الصابون، فبيبقى بشكله مش حلو. خليكم معايا. يبقى بس الاول قبل ما اروح ده ممكن تشتريه من عند اي حد بتاع عطور، تقولي له عايزه كحول 70% او كحول 100%. عبيه في بخاخه كده زي ما انا معبياه، وبترشي بيه بترشي بيه القالب قبل ما تحطي الصابون، وبعد ما بتحطي الصابون بترشي على الوش كده عشان تطيري الفقاعات. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعة. ده اللي هو ممكن تجيبي ده من عند العطار، اسمه زيت يعني هو عبارة عن زيوت أنا بستخدمها كنوع من أنواع العطر. زيت الورد مثلا ماركة الحواج، أنا جربتها حلو قوي. دي بعد ما تخلصي دي عملية التصبن خالص بتحطي اللون، وبعد كده بتحطي العطر، لأن الصابون طبعا لون وعطر عشان تشمي. هيكون عطر خفيف، ولكن ايه هتكون مست الصابون ان انت اللي عاملاه وعارفه العطر اللي فيه. دي زيت ورد طبعا مفيد للبشره، انتوا عارفين فوائد زيت الورد مفيد قد ايه للبشره. فممكن تجيبوا برضو زيت اللافندر، وطبعا زيت الورد هيمشي مع اللون اللي هو البنكي ده. خليكم معايا. رجعت لكم يا جماعه بعد ما عمليه التصبن تمت. اهو هنصب كده في القالب. حطينا طبعا الكحول ده كده اهو، حطيناه في القالب الاول، وبنرش على الوش كده عشان خاطر ما فيش فقاعات في الصابون اهو. طبعا اللون مش باين لكم عشان الكاميرا، لكن انتوا لما تجربوا بنفسكم هيبان لكم. حاولي تكوني حريصه وانتي بتصبي، يعني الاسباتولا دي تبقى معاكي كده وتساوي بيها كده، وتحطي على الوش كده الكحول. يا رب يكون الفيديو عجبكم. معلش هو طويل شوية، خلوا بالكم يعني طويل عشان خاطر دي هواية عايزة تركيز، والتركيز ده هيخليكي تنسي موضوع الاكل وشهيتك هتظبط. يعني اللي يجرب يا جماعة ويحس ان هي خدت الطاقة السلبية منه الموضوع الصابون ده، يكتب لي في التعليقات، واللي حابب يستزيد انا تحت امركم. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تعملوا الوصفة ديت قبل رمضان ما يخلص وتعيدوا بيها. لا هو مش هينفع طبعا. هو الوصفة دي معلش عفوا، الوصفة دي لازم تستنى 40 يوم بعد ما بتصبي الصابون كده، بتسيبيه 40 يوم. فان شاء الله يعني على العيد الكبير اعملوها وعيدوا بيها على العيد الكبير. كل سنة وانتم طيبين، ومستنية تعليقاتكم واللايك والشير يا جماعة، ده بيدعمني قوي. سلام عليكم.